أيتها الرفيقات، رغم المرحلة الصعبة التي مررنا بها، نلاحظ بأن المرأة ناضلت وأصبحت قوة في المجتمع محلياً وعالمياً. وضعت المرأة السوريانية على عاتقها مع كافة المكونات التي تعيش معها للوصول إلى مرحلة متقدمة من النضال. المرأة السوريانية نظمت ذاتها بعزيمة وإيمان، واستطاعت أن تحقق الكثير من أهدافها. الكلمة الآن لحزب الاتحاد السورياني في سوريا تلقيها الرئيسة المشتركة للحزب والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، السيدة نظيرة قورية. بريخ صفرا حوراثو عامو ضيفة ميقري بقاميتو كبرانو دقدمونو بشمي وبشمي دوغا بحيو دو سريويو التهنيوثو وطلبونو كاشيروثو لنيشي دو عاميدن سوريا ولحوروثيدن دو حيو دو دنيشي سوريوية سوريا بيقولوا كيفينا ريشينا قم دقربوني دقادن لي وعاميدن واني شيدي ببريثو كولا. رفيقاتنا العزيزات، ضيوفنا الحضور، إن المرحلة الأساسية التي يمر فيها الشرق الأوسط نحو التغيير تحمل في طياتها وفي قيادتها أثر المرأة المقاومة الثورية التي واجهت ولا تزال تواجه الظلم والاستبداد والمفاهيم المختلفة الرجعية لأنظمة عفى عليها الزمن لا تزال تتحكم بمصير شعوب المنطقة ومستقبلها. رفيقاتنا المحترمات، لكي نبني مجتمعاً متطوراً فإننا بأمس الحاجة أن نقوي أنفسنا كنساء ونحمي وطننا. إن المسؤولية الجاثمة أمامنا كبيرة جداً وتحتاج منا بذل كامل طاقاتنا وإمكانياتنا في سبيل تلبية متطلبات التغيير الديمقراطي والاجتماعي نحو مجتمع حر وعادل يضمن مستقبلاً أفضل لشعوبنا. ومن هنا نؤكد على أهمية ضمان المشاركة الفعالة والحقيقية للمرأة في عملية الحل السياسي السوري الذي نبتغي من خلاله إنهاء هذا الصراع والوصول لسوريا جديدة لا مركزية، وتحقيق مطالب الشعب السوري في الكرامة والحرية وضمان حقوق المواطنة لجميع مكونات الإثنية والعرقية والدينية. وإننا من خلال النضال الذي نقدمه سنتمكن من تقوية اتساع شعبنا مواجهة الهجمات التي تحصل على حرياتنا وعلى هوية شعبنا ووطننا. فتنظيم المرأة هو خلاص شعبنا وأخذ أهدافنا وحريتنا وطريق حياة بمساواة عادلة. ختاماً، نتمنى النجاح والتوفيق لمؤتمركم هذا، واثقين من قدرتكن على الخروج بمقررات وبرامج تدعم نضال تحرر المرأة السوريانية والسورية على طريق الديمقراطية والحرية. تيحي أهتو سريايتو تيحي حيوطة نيشي سوريوين كاشيرتو لحولو ثقاوين. أيضاً برقية تهنئة من حزب الاتحاد السورياني فرعية الحسكة. نبارك ونهنئ للاتحاد النسائي السورياني انعقاد مؤتمره الرابع، ونتمنى لكم المزيد من التطور والنجاح والازدهار لتنال المرأة كافة حقوقها ودمتم سالمين. باسم مؤتمر ستار نبارك لجميع النساء لانعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد النسائي السورياني، آملين أن ينتهي هذا المؤتمر بمخرجات تصعد من نضال المرأة على كافة المستويات وللوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. مؤتمر ستار.
أيضا برقية تهنئة من مؤسسة أولاف تاو في سوريا تبارك وتهنئ للاتحاد النسائي السورياني انعقاد مؤتمره الرابع، وتتمنى له النجاح والتقدم في مسيرة عملهم النضالي. برقية من الجمعية الثقافية السوريانية سلامنا واحترامنا لكل امرأة حرة وصاحبة إرادة استطاعت تحطيم القيود وإثبات وجودها. تهانينا لكن مؤتمركن الرابع مع المزيد من التحرر والاستمرارية. برقية من دائرة أملاك السوريان الكلدان الآشوريين والأرمن يقولون فيها: تاريخ المرأة ملحوظ بالجروح والكدمات، وقد عانت الكثير حتى وصلت لمرحلة التحرر من القيود المجتمعية والظواهر السلبية. كلنا إيمان بأن المرأة السوريانية المنظمة هي التي تستطيع بفكرها وتنظيمها وبنضالها القومي قيادة شعبها. من خلال هذا المؤتمر نتقدم بالتهاني ونتمنى الاستمرارية والنجاح والإرادة القوية. بالإصرار والتصميم ارتدت لباسها العسكري وحملت السلاح حباً بهذا الوجود لتحارب وتقاتل ضد كل من يحاول المس بوجود شعبها. فبفضل هذه العزائم ارتفع عالياً صوتنا لتبقى سوريانيتنا الأمل الذي لا تنطفئ زهوته وشعاعه. الكلمة الآن للقوات العسكرية السوريانية النسائية تلقيها حورثوني نورتا إدارية من صدور المرأة. ما تمر به سوريا من أزمات أدى إلى تفاقم القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية تجاه المجتمع بشكل عام وخاصة على المرأة، وذلك لأن الحرب في سوريا تعتبر إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن انخراط المرأة السوريانية في مجال العسكري ومشاركتها بالحملات الأمنية والعسكرية كان تحدياً كبيراً بحد ذاته وثورة قومية تاريخية لنفسها وأمام المجتمع، حيث لطالما اقتصر دور المرأة في مجتمعنا على المهام والواجبات المنزلية، إلا أنها أثبتت مدى قوتها وإرادتها باتخاذها هذه الخطوة. ونرى جميعاً اليوم بأن المنطقة تتعرض لتهديدات وهجمات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وما ذلك إلا محاولة لضرب استقرارها، والهدف الأساسي من ذلك هو كسر إرادة المرأة، والتي من خلالها يتم كسر إرادة الشعب بأكمله، والتي مؤخراً قامت باستهداف إحدى السيارات التي كانت تقل أحد الحوروني وأدت إلى ارتقائه إلى مرتبة الشهادة. إلا أن ذلك لم يكسر من عزيمتنا وإصرارنا، وإنما العكس زادنا إيمانا وثقة بقضيتنا وقضية شعبنا. وها نحن اليوم نعاهد الشهيدة عشتار وجميع شهدائنا بالسير على طريق نضالهم حتى الشهادة. الكلمة الآن لمنسقية المرأة في شمال وشرق سوريا تلقيها السيدة عدالة عمر. سلاvu rezu askrim. باسم منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نهنئ ونبارك انعقاد مؤتمركم الرابع هذا. أن التاريخ بدأ من المرأة في عملية الانتقال إلى المجتمعية، كما أنها طورت العلاقات الاجتماعية والوعي المجتمعي. والمراحل التاريخية بدءا من العبودية مرورا بالإقطاعية وبالرأسمالية، فقد جردت المرأة من قوتها وإرادتها، وحاولوا بكافة الأساليب والسبل تحويلها إلى عبدة والسلعة، فاستغلت بكافة الأشكال وجعلها غريبة حتى عن ذاتها. فكل نماذج الهيئة
الطبيعي وتحقيق انبعاثنا الجديد. وكما يقول القائد عبد الله أوجران: لقد أضاع النظام منذ زمن بعيد فرصة تقويم نفسه بالإصلاح، فما يلزم هو ثورة نسائية تخاض في الميادين المجتمعية الجمعاء. وكيفما أن عبودية المرأة هي أعمق العبوديات، يجب أو ينبغي أن يكون حرية المرأة أعمق الحريات.